السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله. الموت يفاجئ اليوتيوبرز أسماء بيوتي وهي في العمرة، فواحد الإنسانة اللي عزيزة وغالية على قلبها. فخليكم معايا خوتي باش تعرفوا شكون توفى ليها، ودعواتكم مع خوتي بالرحمة والمغفرة. الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين، والله يثبتها عند السؤال ويجعل مأواها الجنة إن شاء الله يا رب. وكيف ما كتعرفوا اخوتي باللي فرق الوالدين صعيب وما غادي يحس بهذا الاحساس غير اللي مجربه، وخصوصا اخوتي ان الام هي الحب، هي الحنان، هي العطف، هي كل شيء في الحياه ديال الابناء ديالها. فالله يرزقهم الصبر والسلوان، والله يجعل محبتها صبر. فاسماء بيوتي البارح نزلت ستوري على الحساب ديالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي كدعى فيه مع الام ديال الصديقه ديالها المقربه ماجده، واللي دعت معها في العمره. ماجدة حبيبتي، هانتي صلاة الجمعة وبقيت لك مع الأم ديالك، الله يحفظها ليك، الله يخليها ليك، الله يطول عمرها يا ربي، هي وجميع الأمهات المسلمين يا ربي. لكن قدر الله ما شاء فعل، والصديقه ديال اسماء بيوتي ماجده فقدات الام ديالها مسكينه، فالله يرزقها الصبر والسلوان والله يجعل محبتها صبر. فالصديقه ديال اسماء بيوتي ماجده نزلت بوست على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام اللي كتقول فيه: رحلت ملاكي وروحي، ادعوا لي بالصبر والثبات على فراق أمي الحبيبة. اللهم اغفر لها وارحمها واعفو عنها وأكرم نزلها. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وذرية خيرا من ذريتها، وزوجا خيرا من زوجها. لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، تغمضها برحمتك يا أرحم الراحمين. فالله يصبرها مسكينه، ماشي سهل على خوتي، فراق الوالدين صعيب وما غادي يحس بهذا الاحساس غير اللي مجربه. وكذلك اسماء بيوتي اللي اتصلت بالصديقه ديالها ماجده من العمره وعزاتها وساندتها في هذه المحنه اللي فيها. فالله يكون معها مسكينه وساعه زينه الحاره الماجده، الله يرزقها الصبر والسلوان والله يجعل محبتها صبر. ودعواتكم اخوتي مع الام ديالها بالرحمه والمغفره، الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين والله يثبتها عند السؤال ويجعل مأواها الجنة إن شاء الله يا رب. فهنا أخوتي غنكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.